تحقيق بعوجين تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. قرارات اللي صوروا نصدر ممكن وجود دار نخلي كان الحزب السياسي غير المغرب أريسا ولفت مازيغ الطريقيان رؤساء الفرق البرلمانية نسلكم تيكونوا المسؤولين اللي سيخصتني لكم مترافعة في الناس اللي كتجي في اطار مهرجان تيفاوين بتفراوت. الموضوع ديالها هو محاوله ديال عمل حصيله ديال العمل الحكومي في هذا منتصف الولايه ديالها في موضوع الامازيغيه، وبان من خلال الندوه بان هناك رصيد معين، ولكنه رصيد لا يطابق نصف الولايه، بمعنى بحاجه الى انه تكون فيه جهود اكبر باش يكون عنده اثر على الحياه ديال الناس وحياه المؤسسات، لانه الى حدود الساعه الاجراءات اللي عملت الحكومه ما زالت ما كيبانش الاثر ديالها في المؤسسات وفي حياه المواطنين، لانه كان ينبغي التركيز على اولويتي التعليم والاعلام منذ البدايه، لانه الحكومه مشات لعدد كبير من الاوراش بحال الاداره وبحال الترجمه الى غير ذلك، ولكن احنا كنعتبروا بان التعليم والاعلام والقضاء كمجتمع مدني كنعتبروه هو الاوراش الحيويه الاولى، ولهذا ينبغي رفع عدد المدرسين اللي ما يمكنش يبقى 600. كنعتقدوا بانه اذا ما وصلش عدد المدرسين 2000 مدرس في العام غادي يكون صعيب على الحكومه انها توصل ل 50% في 2026 وتوصل للتعميم في 2030، وهذا الشيء وعد به السي بن موسى، وحنا كنعتبروه مستحيل، استحاله تامه بهذه الموارد البشريه ديال دابا. يعني الا كيبقاو ياخذوا 600 مدرس او يتعاونوا حتى بالمزدوجين غير كافي. وثم كان تاكيد في الندوه على واحد المعضله، وهي عندنا شعب ديال اللغه الامازيغيه في عدد من الكليات في المغرب، ولكن ملي كيجيو دوك الطلبه الخريجين يدوزوا الكونكور كيلقاو معاهم ناس اخرين اللي من الماط ومن الفيزيك ومن مواد اخرى كيجيو حتى هما يدوزوا. النتيجه شنو هي؟ هو انه الناس كياخذوا النقطه، إذا كان الاعتبار هو النقطة، يعني اللي جاب نقطة ممتازة في الماط أو في الفيزيك كيدوز باش يقري الأمازيغية، وهذه مسألة مش معضلة حقيقية، لأن ولاو كيدوزوا لنا بزاف الناس يقريوا الأمازيغية وما عندهمش كفاءة في اللغة الأمازيغية وإن كانوا متفوقين في الماط ولا الفيزيك. إذا حنا كنعتبروا أنه خاص يترفع المعامل ديال الأمازيغية، يترفع بزاف باش يكون هو الأول، باش يوليو الشباب المختصين في اللسانيات والبيداغوجيا والديداكتيك والآداب الأمازيغية يكون هو اللي عندهم الأولوية باش يمشيو يقريو، لأنه هما اللي عندهم الكفاءة. كذلك وسائل الإعلام في المغرب من 2011 منين أصبحت الأمازيغية رسمية توقفت البرامج الأمازيغية في مختلف القنوات، وبقات القناة الثامنة بوحدها اللي كتنتج، مع العلم أن قنوات أخرى كانت كتنتج من 2006. هذا التراجع الكبير وقع في التعليم وقع في الإعلام بعد الدستورة، وهذه من المفارقات. ولهذا كنعتبروا أن هذه الحكومة الحالية دوزت 2 سنوات ونصف، الرصيد اللي عطات في موضوع الأمازيغية بطيء وما مشاش للأولويات، وكنعتبروا أنه كاين رصيد وهو مهم بدون شك، ولكنه غير كافي. وكنتمناو من خلال هذه الندوة أن التوصيات توصل للحكومة على أساس التركيز على الأولويات الثلاث اللي ذكرنا، باش يبان الأثر ديال التنفيذ أو تفعيل الطابع الرسمي من خلال احترام مضامين القانون التنظيمي اللي ذكر هذه الأوراش الثلاثة من ضمن الأولويات الكبيرة. وأيضا وهذه مسألة مهمة جدا ما عملتهاش الحكومة، وهي اللجنة الوزارية اللي كتضم ناس من الحكومة وناس من المجتمع المدني، وهذه اللجنة غتشرف على أوجه صرف الميزانية المتعلقة بالأمازيغية، وتشرف على وضع برامج لهذه الميزانيات، وتتابع تفعيل الطابع الرسمي ديال الأمازيغية في المؤسسات، لأنه إلا ما كانتش هذه اللجنة ما غتقدرش الحكومة تعرف بالضبط الرصيد اللي عملته والقيمة. لا علاقة مطلقا بين الولاية الحالية والولايتين السابقتين، الفرق بيناتهم هو أن الولايتين السابقتين كان فيهم حزب كيرأس الحكومة كان كيحتقر الأمازيغية، نقولوها بكل وضوح وصراحة،
واضحه وهمشها تهميش تام وما عملش اي اجراء مفيد بالنسبه للامازيغيه سوى القرارات الملكيه، بحال مثلا القانون التنظيمي في نهايه الولايه بن كيران كان بقرار وكان فيه خطاب ملكي. كذلك السي سعد الدين العثماني في الولايه ديالو عمل المخطط المندمج ولكن بدون تفعيل، كما انه لم يفعل اي شيء في القانون التنظيمي. ولهذا لا يمكن المقارنه بين هذه الحكومه والحكومتين السابقتين من هذا الباب، لان كاين في قانون الماليه كاين الامازيغيه، كاين ميزانيه الامازيغيه، وكاين ايضا مذكرات اللي صدرات واللي عمرها ما صدرت طوال الحكومتين السابقتين مده 12 عام. عمرنا ما شفنا مذكره الامازيغيه في وزاره التربيه، وهذا شيء خطير جدا انه ماده تربويه كتهمل مده 12 عام. الان كاينه مذكره فيها يعني طروحات جديده للوزاره، بغينا فقط ان هذاك الشيء اللي قررته الوزاره يتعدل نوعا ما باش يولي اكثر فعاليه. ولهذا خص الحكومه تسمع المجتمع المدني، وخص هذيك اللجنه الوزاريه المشتركه خصها تدار، لان القانون التنظيمي ينص عليها وما تدارتش، وما نعرفش علاش ما تدارتش، مع العلم انها غادي تساعد الحكومه في تحقيق هذه يعني المكتسبات اللي كنتظروها.